حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب اللي قدامكم على الفيديو. طيب، هنشوف مع بعض النهارده في قراءتنا هل الشخص اللي دلوقتي بعيد عنك، اللي في ما بينك وما بينه ازمه، اللي في ما بينك وما بينه مشكله، هل هو ندمان على بعدك؟ آه هيحاول يرجع لك؟ هيحاول ان هو ياخد لك خطوة، وشكل حياته عامل ازاي وانت مش موجود في حياته؟ فهنشوف مع بعض. بسم الله. طيب، شايفة مبدئيا ان في حاجة انت عايزها من الشخص ده، او عندك اسئلة انت محتاج ان انت تسألها له، او عندك اسئلة محتاج لاجابات منها. تمام، اجابات عليها، سوري. يعني شايف ان انت هترتاح اكتر لو قدرت ان انت تلاقي اجابات لاسئلتك دي. شايفة بنسبة كبيرة جدا ان الشخص ده بيعاني جدا في بعدك، وبيحاول ان هو يرجع العلاقة تاني، وعايز ياخد خطوة ناحيتك، وعايز يحسسك ان هو محتاج لك. تمام. شايفة بنسبة كبيرة جدا ان هو بقى اجرأ، بقى اقوى، بقى اشجع، بقى بيحاول ان هو يغير حاجات انت ما كنتش بتحبها. يعني ممكن يكون انت لفتت نظره لكذا حاجة ممكن تكون مش راضياك، او انت مش مبسوط منها، فهو بيحاول ان هو يغيرها، علشان كمان عايز يثبت لك ان هو يستهلك، او يستاهل ان انتوا ترجعوا لبعض تاني، او ان انتوا تكونوا مع بعض في علاقة مستقرة تاني. تمام. شايفة ان شوية الشخص ده من النوع اللي ما بيحسش بقيمة الحاجة غير لما بتروح منه، او غير لما بيفقدها، او غير لما ما بيلاقيهاش قدامه. تمام. وبيبقى هدفه وشغله الشاغل ان هو يرجعها، ان هي تبقى معاه تاني اول ما بيحس ان هو فقدها. تمام. طيب، شايفة ان انت مفتقد احاسيس حلوة جدا مع الشخص ده، احاسيس قديمة انت عشتها معاه. تمام. بس على قد ما انت عندك احاسيس مفتقدة، على قد ما انت عايز تستشفي منه، وشايف ان انت لو عملت كده انت الكسبان، وان انت يعني حياتك هتتغير وحياتك هتبقى احسن. تمام. بس في نفس الوقت هو عنده يقين من جواه انكم هتكونوا مع بعض تاني، او ان انتوا هترجعوا لبعض تاني، او مش نهاية الدنيا ان العلاقة انتهت، او ان العلاقة ما انتهتش بشكل نهائي. تمام. شايفة ان انت شوية الشخص ده هتحط له حدود في التعامل. لو رجع لك. تمام. يعني الرجعة مش هتبقى زي كل مرة، لو العلاقة اون اوف بتروحوا وبترجعوا، لا، هيبقى في حدود المرة دي، وهيبقى في قيود، وهيبقى في شروط. وممكن يكون هو مش عايز كده، او مش قابل كده. تمام. طيب، ماشي. شايفة ان الشخص ده شوية بيعاني، الشخص ده شوية بيعاني من حاجات كتيرة جدا في حياته، بس بيداري، بيخبي، مش عايز يبين. تمام. انت شخص راضي جدا بأي حاجة، انت شخص مالكش تطلعات قوي، او مش او يعني شخص راضي بقليلك كده زي ما بيقولوا. تمام. اي حاجة بتبسطك، اي حاجة بترضيك، اي حاجة بتفرحك، علشان كده حياتك هادية. تمام. لكن هو شخص شوي قوي، ممكن يصرف كل اللي وراه واللي قدامه، او حتى لو معهوش ممكن يروح يستلف علشان خاطر اعمل شو. فاهم؟ فحياته مش متظبطه، حياته مشتته، فهو طول الوقت بيقارن حياته بحياتك. والمقارنه دي وجعاه قوي وتعباه جدا، لان هو طول الوقت عايز يظهر ان هو احسن انسان في الدنيا، وان هو الشخص اللي دايما كسبان، وان هو الشخص التمام، وان هو الشخص اللي الانظار متوجهه له. ولكن هو كده بيكذب على نفسه، بيكذب على اللي حواليه، عايش في كذبة كبيرة. تمام. وبيزيف الحقائق بنسبة كبيرة. شايفة ان الشخص ده شوية كده طاقته يعني فيها تشاؤم، ما بيثقش في اللي حواليه، ممكن يكون دايما شايف ان كل الناس اللي حواليه عايزين يوقعوه، عايزين يسببوا له في مشاكل، عايزين يتسببوا له في ازمات.
بس في نفس الوقت هو عايزك تنسى كل اللي حصل ما بينك، عايزك تنسى كل اللي فات، عايزك تبتدي معاه بداية جديدة، عايز تبتدي معاه بداية جديدة من أول وجديد. تمام. الشخص ده من جواه عارف وبيعترف ان بعدك عنه خسارة كبيرة، وان هو لو خسرك هيبقى خسر كل حاجة. هو عارف ان فقدانه ليك حاجة كبيرة جدا. تمام. وانت برضو ما بينك وما بين نفسك عارف ان الشخص ده مش مبسوط ومش عايش حياته بصورة كويسة وبصورة طبيعية طول ما هو بعيد عنك. تمام. شايفة ان في كيمياء، شايفة ان في جاذبية ما بينكم رغم ان انتوا مختلفين في حاجات كتير، لكن برضو في يعني جاذبية ما بينك وما بينه. طيب. الشخص ده اوقات بيحس ان انت سوري، انت اوقات كتيرة جدا بتحس ان الشخص ده عامل زي البيبي الصغير، غير ناضج. تمام. من النوع اللي عايز كل حاجة كون فيكون، ما عندوش صبر، مش قادر ان هو يستحمل، مش قادر ان هو يصبر. تمام. فشايفة بنسبة كبيرة جدا ان انت لو رفضت ان العلاقة دي ترجع، آه، او قررت قرار عكس اللي هو عايزه، هتلاقي الجنان بتاعه ظهر. تمام. لان الشخص ده شويه ما بيشغلش باله قوي غير بنفسه. تمام. ومش عايز غير اللي يمشي على مزاجه وزي ما هو عايز، وان هو يعني عايز يمشي الكون على مزاجه وزي ما هو عايز. تمام. شايفه كمان ان الشخص ده دايما بيتهددك، دايما بيتلكك لك علشان يبعد وعشان يديلك ظهره. دايما 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 دي طريقته، ده اسلوبه. ما عندوش اوبشن، يا اما مشي الدنيا على مزاجي زي ما انا عايز، يا اما يزعل ويوقف الدنيا ويبوظ العلاقه ويدمر العلاقه. لو انت وافقت على شروطه تمام، الدنيا هتمشي وهتبقى بيس وزي الفل ومفيش مشكله. وهتبقى الدنيا حلوه جدا تجاهك وتجاه العلاقه، هتلاقي الدنيا جميله والعلاقه هاديه مادام الموضوع ماشي على مزاجه. تمام. كمان شايفه ان الشخص ده دماغه ناشفه قوي قوي بصوره كبيره جدا، شخص مش بيقبل الحلول الوسط، طول الوقت عايز الحل اللي هو شايفه صح وبس، وده ممكن يكون مش مقبول بالنسبة ليك. تمام. يعني شايفة ان هو الشخص ده دايما كل مرة بيقدر يأثر عليك بالكلام، بس شايفة ان بنسبة كبيرة جدا المرة دي مش هيقدر يأثر عليك. تمام. فانت صاحب القرار، انت شوف هتعمل ايه، هل هتقدر ان انت توافق بشروطه وتكمل معاه، ولا تشوف انت هتنهي العلاقة ولا هتعمل ايه. لان في الحالة دي او في الوضع ده القرار قرارك انت، انت صاحب القرار وانت صاحب الرأي. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.